الغريب إن مقبرة توت عنخ آمون حجمها صغير جدا، وتم تحضيرها بشكل سيء وسريع حتى في مراسم التحنيط، وده عكس مراسم الدفن الملكية. خصوصا إن كل ملك بداية من توليه للحكم بيبقى ليه قبر بيتم تجهيزه. حتى إن قبر توت عنخ آمون كان فيه بعض الأغراض مش بتاعته، وكأنهم لموها وجمعوها بسرعة، والقائمين على القبر كانوا عايزين يخلصوا الإجراءات بسرعة، لدرجة إن في دراسات بتقول إن في أكتر من 1000 قطعة بتنتمي لفراعنة قبل كده. حتى التابوت نفسه غير ملائم مش بتاعه، أعيد استخدامه لتوت عنخ آمون. وبتشير الشكوك لوزيره آي اللي تولى الحكم من بعده إنه ممكن يكون سرق قبر توت عنخ آمون، خصوصا إن قبر آي مقارنة بقبر توت عنخ آمون ضعفه في الحجم، واكتر منه فخامه، واكتر منه بهاء، ويليق بفرعون عظيم. الا ان ده من حسن الحظ اللي خلى المقبره الصغيره دي تفضل مختفيه ومقفوله 3000 سنه